السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كورة مع المصري. أنا طالع النهاردة لإخواتي وحبايبي عشان حاجتين. أول حاجة مباراة السحر والشعوذة بتاعت يوم السبت اللي هي مباراة القمة، بس هي ما عادش اسمها مباراة قمة خلاص يا جماعة، بقى اسمها مباراة السحر والشعوذة. حد يقول لي ليه يا عم سحر وشعوذة بتوع إيه؟ أقول لك يا باشا، رئيس نادي الزمالك امبارح طلع بنفسه على قناة نادي الزمالك بقاله يومين بيقول إن النادي الأهلي من ساعة ما هو نقل استاد القاهرة وبيكسب بالسحر والشعوذة، وان اللعيبه بتاعته ما عادتش شايفه يا عيني في الملعب. يعني النادي الاهلي ده بيكسب بالسحر والشعوذه. فانا الحمد لله بعت ناس اعرفهم فعلا اكتشفوا ان في سحر، في ورقه فيها سحر موجوده ورا الجول اللي هو ناحيه التالتة شمال في استاد القاهره، وهتلاقوه حتى محطوط في الباك جراوند بتاع الحلقه النهارده. هتلاقوا الورقه يا جماعه محطوطه. انا بعت ناس مخصوص عشان يجيبوا السحر، عشان خاطر رئيس نادي الزمالك يتاكد من المعلومه والزملكاويه كلهم يتاكدوا. انا كده عملت اللي عليا وبساعد اهو. واي فرقه هتعمل سحر انا مش هحلها، مش هسيبها، عشان السحر ده ما ينفعش. احنا بنلعب بالسحر دلوقتي وبالسحر. عيب، عيب يا خطيب. بتلعب بالسحر يا خطيب؟ عيب يا سيد عبد الحفيظ. عيب كده يا جماعه. انا لقيت لكم الورقه عشان يوم ماتش يوم السبت العبوا بقى على النظافه. ورب العزه اقسم بالله انا ما عدت عارف اقول ايه. يعني مش عارف، يعني نسيب لكم الكوكب؟ هو انتوا يا جدعان عايشين في كوكب واحنا في كوكب؟ يعني هو كوكب الارض ده عامه كوكب كده ملوش لازمه، يعني هو كوكب كده ايه اللي هو بيرازف الناس. فاحنا ممكن نسيب لكم الكوكب وناخد الكابتن محمود الخطيب وناخد اداره الاهلي وناخد الاهلاويه كده ونطلع احنا نعيش في كوكب تاني ونسيب لي الزملكاويه الكوكب بتاعهم. انا طبعا بتكلم هنا مش عن الزملكاويه المحترمين، في ناس زملكاويه كتير محترمين والله انا اعرفهم شخصيا، ناس بتفهم كوره وناس محترمه. انا بتكلم على المرتضويه. بصراحه زادت. طب هنا بقى سؤال، بالراحه بقى كده احنا مع بعض. طب انت حضرتك طلعت وقلت ان النادي الاهلي بيكسب بالسحر، هل حضرتك بتعمل مبرر عشان يوم السبت لو شلت تقول كسبوا بالسحر؟ طب افرض الزمالك هو اللي كسب، هيطلع ساعتها يقول لك ده احنا فكينا السحر، ده احنا كل لعيب قرا سوره البقره وسوره الرحمن. طب بص يا باشا، انا هقول لك بقى تعمل ايه، وبقول لكل اصحابي الزملكاويه وحبايبي. بالنسبه للعيبه، كل لعيب ياخد حجاب وخرزه زرقاء ويحطها في صدره وهو بيلعب. تمام كده؟ تمام كده. وعواد يرش ميه قرآن عند الجول بتاعه عشان الكرة ما تعديش. ده بالنسبة للعيبة. بالنسبة لجمهور نادي الزمالك، بص يا باشا بقى اقول لك تعمل ايه بقى ساعة ماتش الاهلي والزمالك. انت يا باشا هتقعد تقرا قرآن، تمسك السبحة بتاعتك، تقعد تسبح بحمد الله وتقرا سورة البقرة وسورة الرحمن وسورة ياسين، وتقرا كل اعوذ برب الفلق طبعا ومن شر النفاثات في العقد زي ما قال رئيس نادي الزمالك، وتفضل طول المباراه تسبح. اوعى ما تسبحش، لو ما سبحتش الاهلي هيجيب جول. اوعى، اوعى، على الله ما تسبحش. ده بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. احنا بقى كجمهور نادي اهلي اللي هو انا واحد بتشرف منهم، طبعا عشان السحر بقى بتاعنا يشتغل كل واحد بقى يا جماعه هيجيب فرخه. لا صح، ده احنا بقينا بناكل رجول فراخ، مفيش فراخ. نجيب سمان، سمانه اللي هي السمانيه اللي هي نزل البيض بتاعها اللي بقى بيتاكل دلوقتي، ونجيب الريشه الاخيره تحت جناح السمانه ونشوف الدم بتاعها ونكتب بيه ورقه، نعمل بقى عين ونعمل كده عشان الواد عواد كده ما يشوفش في الجون. يعني المهم ان احنا نقعد بقى ايه، نعمل شويه سحر وشعوذه كده عشان نكسب الزمالك. صدقوا بالله والله العظيم الواحد كره مباراه القمه. شوف الناس كلها كانت بتقعد تستنى مباريات القمه ديت، يعني انا واحد من الناس كنت بستنى مباراه القمه دي قبلها مثلا بشهر، عايز اتفرج بقى وعايز كده بقى ايه احفل على اخواتي الزملكاويه بقى وكده، يعني كلنا كده بنحب الكوره يعني بنقعد نحفل على بعض وبتاع. دلوقتي بقت المباريات فيها سحر.
طب انا دلوقتي اتفرج على المباراه وانا ليا نفس. طب دلوقتي الاهلي فايق وبنسبه مثلا نقول 60 40، مع ان مباراه القمه ملهاش توقعات، ان النادي الاهلي هيكسب. النادي الاهلي فعلا لو ركز ونزل وحط في الملعب هيكسب الزمالك. طب احنا لو كسبنا دلوقتي، عارف هيطلعوا يقولوا ايه؟ السحر والشعوذه، فالاهلي فاز بالسحر وفاز مش عارف ايه، فنحن كنا في البتنجان وفي البطيخ. طب احنا دلوقتي خسرنا. احنا دلوقتي خسرنا، يعني احنا خسرنا. احنا فكينا السحر وفكينا الشعوذه، فعشان كده الاهلي خسر. يا جماعه انا عايز بس يعني والله العظيم، لو عايزيننا نسيب الكوكب احنا ما عندناش مشكله. يعني انا واحد من الناس نفسي اسيب الكوكب ده اصلا، يعني كوكب الارض ده ما عادش اصلا على مزاجي. يعني لو عايزيننا نسيب الكوكب ونروح نقعد مثلا في زحل ولا حاجه، مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. قناه نادي الزمالك يعني مش عارف يعني هي اتعملت ليه. هو المفروض بتدافع عن النادي، يعني دافعوا عن ناديكم زي ما انتوا عايزين، والله مفيش اي مشكله. دافعوا حقكم حقكم في اي قضيه في اي حاجه. يعني مثلا موضوع كهرباء انه ما دفعش الغرامه، لا حقكم ان كهرباء يدفع الغرامه. اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ما توصلش لدرجه الخزعبلات اللي احنا عايشينها. يعني انا امبارح قاعد بتفرج وبشوف موضوع السحر والشعوذه وموضوع مش عارف ايه والله العظيم ثلاثة انا ما قدرت امسك نفسي من الضحك. يعني انا واحد من الناس قعدت اضحك لدرجه ان انا قلت انا مش عايز اتفرج على الماتش. خلاص بقى، ما الاهلي هيكسب بالسحر، ما احنا هنكسب محطوط ورا الجول اللي انا لقيته. خلاص يعني ما تقلقوش يا زملكاويه، انا لقيت السحر يا جماعه خلاص. ما اقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي احنا عايشينه. والله والله العظيم ثلاثة في كل حاجة، يعني في الحياة عامة وفي الكورة. فاحنا شايفين حاجات غريبة. يعني انا واحد من الناس بشوف حاجات غريبة عمري في حياتي ما شفتها. 36 سنة ما شفتش حاجات من اللي بتحصل دلوقتي. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. وزي ما انا نصحت اخواتي الزملكاويه واخواتي الاهلاويه يعملوا ايه ساعه المباراه، الزملكاويه ما تنسوش السبحه. السبحه يا جماعه، وكل واحد يقعد يسبح كده بحمد الله. واقعدوا بقى ايه يعني، اقعدوا في بيوتكم صلوا بقى. يعني اعملوا كده. بص هقول لكم على حاجه، اقعدوا صلوا يا جماعه كلكم، وهاتوا الشاشه قدامكم، وطول الماتش ال 90 دقيقه اقعدوا صلوا عشان السحر ده يتفك. اما بالنسبه للاهلاويه ما تنسوش السمان يا جماعه، عشان احنا بنشتغل بالسحر. فالماتش دلوقتي ما بين الخير وما بين الشر. خلاص احنا عرفنا، وربنا سبحانه وتعالى مع بينسف. اوعوا تحرين. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ارجو ان تكون الحلقه عجبت حضراتكم. متنسوش الدعم والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.